بسم الله الله الرحمن يخليك. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين مغربي وعلى هذا. آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ولكن بلاتي هو كاتب في العنوان رد قوي على شيطان كافر مغربي. يعني هو تيرد على الشيطان ديالي ماشي عليا انا، او لا عليا انا. لان الا كان يرد عليا انا شنو خصو يكتب؟ خصو يكتب رد قوي على الشيطان كافر مغربي بالتعريف، خصو يعرف. ولكن رد قوي على شيطان كافر مغربي بينه وبين الشيطان ديالي، وانا مالي. يفقهوا قولي. إن شاء الله. بغيت نتكلم في واحد الموضوع على سخر الله باش نرد على واحد الشيطان اللي هو تجاوز كل الحدود. وانت صاحبي صلعومي ما يقتلك حتى شي واحد، ما يهددك حتى شي واحد، ما يسبك حتى شي واحد. كان ممكن تهضر بصوتك وبصورتك وهادي. وتعتقد راسو انه حر في الحياه ديالو، كيدير داك الشيء اللي بغا، ما كاينش مشكل. وهذا الشيطان هذا هو كافر مغربي. بغيتو يسمعني مزيان باش نرد عليه في انا هذا اخويا المقطع على تنسمعك. سخر الله. انا هادي لا هضر معاه سخر في الله واحد تيعاودها بزاف. تيفكرني بواحد جارتنا سميتها حليمه. الله يسخر الله، جيب لي ديما تقول لي تنسخر لها وتتقول لي الله يسخر الله، وراه انا نجيب لك السلعه، راه ما كاين الله يسخر الله لا والو. واحد النقطة اللي انا اللي تسمعوا مسخر. تيسير ليها بزاف. أي واحد كيهضر معاه تيقول له علاش أنت ملحد، كيجاوبوا بواحد الجواب هو اللي عنده هذا الجواب فقط اللي عنده. تيقول له أن الإسلام بغى يقتلني. حد الري. ها؟ علاش انت ملحد؟ لان الاسلام بغى يقتلني. شنو؟ هادو هما اللي تيبقاو يشككوك في راسك. اوكي، انا تنقول هكا الاخوان. اوكي ماشي مشكل، نتبع نعطيوه فرصه. ردة في الإسلام عنده واحد ردة في الإسلام بحال الحجة، زعما تيحتج بها على المسلمين. امم لأن أي واحد كنسمعو تيهضر معاه تيقول لي علاش أنت ملحد، كيقول له لأن الله بغى يقتلني. شوف الغابة كي داير. علاش انت ملحد؟ لان الله بغى يقتلني. ولكن انا راه ما تنامنش بالله، كيفاش غادي نقول لي ان الله بغى يقتلني؟ ان الله بغى يقتلني. واش انت زعما وليتي ملحد صافي راك ضمنتي غتعيش في الدنيا خالدين فيها ما غتموتش؟ الله لا ما غادي. ما ضمنتش. انا عقال شكون قال خالدين فيها؟ أنا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا الا الدهر، راه كاينه في القران ديالك. شي يقتلك زعما صافي النهار اللي غيجي الاجل ديالك يقول لهم لا حق هذاك هشام خليوه، هذاك راه ما بقاش مسلم، ما عندناش فيه الحق باش نقتلوه. راه غتموت غيجي واحد النهار ديالك غتموت الى جهنم وبئس المصير. ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري. خلعني. جهنم. عادي جدا. ما غاديش تزعزع الملك ديال الله بالهضره ديالك. لا والو. الهضره ليل ونهار. نعم ما غير نزعل. اللي بغيت نشير ليها في النقطه هذه ديال حد سير الرده أخويا، باش سير. يفهم مزيان. هو راه فاهم ولكن تيدير راسو ما فاهمش. او شيت. اوكي انا فاهم دابا شي حاجه وتندير راسي ما فاهمهاش. هادو هما الفيديوهات اصاحبي. قول اخويا، قول شنو ما فهمناش. بحال هذوك كفار قريش عارفين باللي النبي راه نبي ولكن ما جاهلين. ما بغاوش. علاش ابو جهل سميتو ابو جهل؟ ماشي ابو جهل ما تيعرفش، عارف ولكن جاهل بواحد. بحال دابا واحد عرف شي قرعه ديال الماء تقول ليه ها هي قرعه ديال الماء، هو عارفه قرعه الماء تيقول لك لا هذه قرعه ديال الحليب. هو عارفه قرعه الماء ولكن خصو هو يغير الحقائق الطريقه ديالو. هو هذا هو الجهل. ماشي الجهل الانسان اللي امي ما قاريش ولا لا. انت قاري وعندك ولكن جاهل، ما عارف الحقيقه وجاهلها، ما عارف ما بغى. دابا واش عارفها ولا ما عارفهاش؟ لان كاينه جوج حوايج، يا اما عارف الحقيقه يا اما ما عارفهاش. الا كنتي عارف الحقيقه وتتقول حاجه اخرى راك كذاب. ما كاينش شي حاجه سميتها عارف الحقيقه وجاهل، هذه راه ما كاين، هذا تناقض. ما يمكنش لا يمكن ان تعلم شيئا وتجهله في نفس الوقت. يعني راه تناقض، هذا راه ما يمكنش. بغاش ينطق بها. هذا هو الجهل ديال بصح. يعني هذا الشيطان هذا الكافر المغربي عارف كل الحقائق ولكن جاهل. وربما عنده، حنا تنعرفوا عنده اللي كيدفعوا، عنده الناس اللي هذا الشيء انت عارفه كاع، يعني عارفه. يعني كون قلتي ربما وخليتيها في ربما مزيانه، ولكن انت عارف اللي تيدفعنا. ودي المهم زيد.
ولوه باش يدير هذا الشيء، ماشي كيدير هذا الشيء غير هكاك فابور. لا فاشي فابور. ولكن انا كنتعجب ماشي ليه هو، كنتعجب لهذوك المراهقين المساكن اللي الايمان ديالهم ضعيف والعقل ديالهم صغير، ما تعرفوا حتى شي حاجه على الدين ديالهم فقط. كاينين شي ناس اللي مساكن بساط يعني مراهقين بينهم وبين الاسلام غير هذاك رمضان ديال بزاز، تيصوم بزاز ويعطي للجوج ويفيق ويخرج يقلب مع من الدبز. لا حول. يعني ملي كيسمعوا خاصهم ملي تيسمعوا غير. ودابا هضر على حد الرده، تمرضنا صاحبي، راه بغينا نسمعوا شنو بغيتي تقول بان الرده داك الشيء شي حاجه غلطه. هذا الشيء نيت اللي كيقول هذا خينا هذا، اما شي هو شي واحد اللي هو مسلم مؤمن تيصلي تيصوم، راه ما يمكنش يضرب الصلاه ديالو 12 عام ديال الصلاه ولا 10 سنين ديال الصلاه بالهضره ديال واحد هادي عندك فيها الحق، فهمتيني. وانت تكون صاحبي 50 عام وانت تتكوز المولاك، ويجي شي واحد يقول لك بان راه هادشي كامل اللي درتي راه والو، نورمال غادي تلصق في ديك 50 سنه ديال التكاوز عادي. الخبيث بحال هذا خبيث، هذا الانسان ما تعرف حتى علموا احمد الصريح هذا الخبيث ما تعرفش الاصل ديالو شكون هو. اي الاصل ديالو ما تعرفوش اي شكون هو. تهضر مع الحقيقه ما تعرفش، يقول لك حنا باقي ما عارفينش الحقيقه، ومع ذلك خاصني نكون عارف الحقيقه، فهمتي؟ حيت الا ما عرفتش الحقيقه راه مشكل، خاصني نكون عارف الحقيقه. هنا تيسحب راسو انهم مطور وعنده العلم وعنده ما عرف شنو هو. المهم نهضروا على حد الرده في الاسلام. حد الرده في الاسلام، علاش الاسلام كيقتل المرتد؟ علاش اخويا؟ كما قلنا يعني الاخوان راه يجاوبنا على اهم سؤال، ركزوا شويه فهمتي، بقاوش تكتبوا بزاف، دابا حلوا ودنيكم وسمعوا. الاسلام كيقتل المرتد لان المرتد كيحارب الاسلام. المرتد كيحارب الاسلام. ديما هذاك اللي تيخرج من الاسلام ما يمكنش يعطي صوره زوينه على الاسلام ابدا. نهضروا على الواقع فقط، حنا غنهضروا على الواقع. شي واحد مثلا، لا بلاتي قبل ما تهضر على الواقع، شنو الدليل ديالك على هاد الهضره هادي؟ يعني اي مرجع فقهي انا قبل اي حاجه فين؟ ولا غير استنتاج؟ شتي على مصيبه، شتي على مصيبه الا ما حبستيش واحد الصلعومي وقلتي ليه اعطيني المرجع ديالك، تيسترسل تيمشي صافي، تيزيد تيبدا حيت هذه هي الضاله، فهمتي؟ دابا دار الضاله هذه دارها ودابا يبدا يبني فوقها. ندخل شي خدمه في الاول، خدم في شي خدمه زوينه، ملي تلاقى مع صاحبو شنو غيقول ليه؟ حكا لقيت واحد الخدمه زوينه، الناس فيها الله عمرها دار، صالير مزيان، الوقت مزيان، وهذاك الشيء تيشكر ديك الخدمه. ولكن ملي كيوقع واحد سوء تفاهم ولا طردوه من الخدمه ولا بينه وبين شاف شي حاجه تيخرجوه، ملي كيتلاقى مع عاود صاحبو عاوتاني اش كيقول ليه؟ شنو غيقول ليه؟ يقول ليه لا حكا ديك الخدمه كانت مزيانه، اللي ما مزيانش لا غيبين على راسو باللي راه هو مزيان، ولكن ديك الخدمه ما كانش بحال راه ما كانش محتاج ليها وما بقاتش مزيانه. كانت مزيانه في الاول ولكن في الاخر ماشي هي هذيك، فهمتي؟ خصو يخيب الصوره ديال الخدمه اللي كان فيها غيخيب الصوره، لذلك خاصنا نقطعوا ليه راسو، فهمتي؟ علاش انت غادي تخيب الصوره ديال الخدمه اللي كنتي فيها؟ علاش؟ غنقطعوا لك حنا راسك قبل كاع انت ما تمشي لخدمه اخرى، نقطعوا لك راسك. يعني يلا انت خارج من اللوزين اللي كنتي خدام فيها نقطعوا لك راسك. يعني علاش؟ لان ممكن انت تمشي لخدمه اخرى وتشوه لينا لوزين ديالنا، ممكن جوج سطورات تحت ممكن، راك مازال ما درتي والو، ولكن حيت حنا عارفين كود الحرام غادي تمشي لخدمه اخرى وغادي تشوهنا، غنقطعوا لك راسك بريفونسيون. هذه الوقايه افضل من العلاج. علاش غادي نتسناوك انت تمشي لشركه اخرى وتشوه الشركه ديالنا؟ عادي، فهمتي شنو المشكل؟ غنقطعوا لك غير راسك، راه ماشي شي حاجه زعما. خيبش الصوره ديالو هو، ولا ربما شي واحد مثلا مشى الهجره، مثلا هاجر لاوروب ولا اوكي، يعطينا مثال اخر ديال الهجره لاوروبا، ولكن نكملوا. شنو غادي يعاود لك على ديك البلاد؟ يقول لك زعما راه كانت مزيانه انا اللي فيها لا فوت. لا، خصو يبين على راسو باللي ان ديك البلاد ما فيها ما يدار. كاينين الناس كيديروا هذا، الناس كيجي من شي بلاد. وراه السؤال اللي اعمق من هذا كامل شنو هو ان هذاك السيد علاش اصلا خرج من الاسلام؟ يعني خرج من الاسلام حيت ما عجبوش الحال؟ شنو؟ راه كاين شي حاجه اللي خرجته من الاسلام، راه ماشي جا وخرج من الاسلام. راه ما يمكنش انت واحد
يخرج من واحد الايديولوجيه اللي لقى فيها مشاكل وما اقتنعش بها وفيها المصايب الكحله، وغادي يخرج ويبقى ساكت بحال اللي زعما ما كاين والو، يبقى ساكت ما عمرو يهضر، خصو ما يهضرش. هذا من جهه. من جهه اخرى راه الدين الصلعومي راه تيقتلك سواء هضرتي ولا ما هضرتيش. غنبداو ديما نرجعوا لذاك الاصل ديال المشكل، لان ما بني على باطل فما هو شنو؟ فهو باطل. فالقاعده اللي بنى عليها الهضره ديالو تيدير لنا دابا الامثله باطله، لان شنو هي القاعده اللي بنى عليها؟ بان هذاك اللي خرج من الاسلام يحارب الاسلام. هذا ماشي شرط، هذا ماشي شرط. خروجك من الدين الصلعومي تيطير لك الراس، سواء كانت عندك، سواء حاربتي او ما حاربتيش، لا يهم. لا تقول لك اخويا ديك البلاد ما بقى فيها ميدار ولا يعني ما بقات فيها الخدمه هذه، ولكن الا جينا نسولوا شي واحد اخر اللي خدام مزيان وهذا عايش مزيان تما غنسولو يقول لك بخير، الدنيا بخير تما. هو دابا انت تتسنى واحد اصاحبي صلعومي غادي تقول ليه الدين صلعومي، يقول لك الدين صلعومي خايب وانا صلعومي. ما يمكنش اصاحبي. راه هذاك اللي تيخرج حيت كاينين مشاكل هو اللي يقول لك راه كاين مشاكل، ماشي واحد في الدين الصلعومي يقول لك راه الدين الصلعومي راه غير منطقي وفيه مشاكل اخلاقيه وداك الشيء وانا صلعومي. راه ما يمكنش. ما كلشي عايش مزيان كلشي هو هذا. وعلاش هذا تيخيب لينا الصوره وهذا تيقول كلشي مزيان كلشي مزيان؟ يعني هذاك هو عنده مشكل هو بوحده وديك. لا ماشي بوحده. الحلقه نساليها الاخوان دابا من تلاح ونلوحها مباشره، لان ما كانش عندي الوقت باش ولا بلاتي نشوف نقدر نبدا الابلود دابا نيت. اوكي انا نبدا الابلود دابا نيت الدراري. هولد نبدا الابلود دابا شويه غادي تدوز. او مال هذا. اوكي انا نابلوديها في داك دغيا غادي تدوز، لان الحلقات ما طوالش دغيا غادي تدوز. كي واحد 30 سكوند. ها هي. نديرو لها غير السميه، السلسله الرمضانيه احداث النهايه. باقيين 3 الحلقات الاخوان. الحلقه التاسعه، الحلقه التاسعه ياك 9 هادي. اوكي لا الكافر ديالها صافي غادي تكون، ما الكافر مبغاش يدوز. اوكي انا ندير لها كاع بابليش باش غير يكمل الابلود، غادي تخرج مباشره بلا ما تسناني انا ندير لها بابليش. اوكي صافي غادي تكون في هذا الرابط هذا، نحط لكم الرابط نيت. سي بون نكملوا مع خونا. الساوند كلاود غير نسالي نديرها. ديك البلاد خصو يخيبها للناس كاملين يردك حلا. غارتيني الزفزافي بمايك مايك شنو بغيتي يا صديقي؟ واش عزيز عليكم تشوفوني انا تبقاو تقولوا لي مايك؟ يعني اي حاجه باغي تقولها في 1 مينوت في المايك كتبها غير كتبها في التكست وانا غنتفاعل معك. خذ المايك، عطيه شي واحد يحيد ليه الريد دوت الاخوان. طلع دير ريزان نحيد لك انا. اوكي يلا طلع حيدنا لك الريد دوت. جو. تيست كاين الصوت؟ كاين الصوت. خاينو شرف نهضر. تيتقطع شويه الصوت ولكن تفضل. جو. اللي بغيت نقول هو انا السبب علاش خرجت من الاسلام هو التعدد. اوكي التعدد ديال الوالد دار التعدد، وانا كنشوف الوالده كتحرق قدامي يعني قبل. هادشي علاش خرجت من الاسلام.
اوكي. لان ما جاتني في شكل، فهمتي؟ الوالده مسكينه راه شي 3 وهي خدامه مسكينه وكتسومر وكذا، وهادي في الاخر جمعت له الحصيصه وكذا، في الاخر عمل ها قال راه شرعت 4. بغى يفرح القريد. ايوا اخي، هادشي علاش انا اللحظه الاولى اللي زدت تعمقت في الاسلام وهادي، من بعد بقيت كنسمع الفيديوهات ديالك صافي. وي، وانا هذا هو الاسلام. الدين الصلعومي هكا داير بحال القرع، من ما ضربتيه تيطوج دابا دمه. تصور اخاي نوصيك دابا، شوف مسكينه 35 وهي تيقطع عندك شويه الصوت صديقي. كبرت شويه. الو، وي، راه عندك الفويس. مشكل في السلوكه عندك. واش الصوت ديالك السلوكه فيهم شي مشكل، ربما تيبدا يقطع. المهم راه ديما تنقول لكم هذه القضيه ديال كاين شي حوايج اللي تاثر عليك انت اللي ما تاثرش على واحد. يعني كاين ممكن شحال من واحد كان تيسمع التعدد وحتى شي واحد ما تاثر بالتعدد انه خرج من الاسلام، ولكن اثرت عليه حاجه اخرى. ولكن كل واحد عاوتاني السيتوياسيون اللي تيعيش فيها. يعني انت واحد الطفل وتتشوف الام ديالك تتعاني بسبب التعدد، راه ماشي بحال انت ما عشتيش ديك التجربه. يعني ديما اللي تيعيش التجربه من الداخل ماشي بحال اللي تيشوفها من برا. كاين عاوتاني اللي عانى من المسائل ديال الارث. انا من الناس اللي عانوا من المسائل ديال الارث. فهاد الشيء هذا تيأثر عليك، تيبدا يبان لك بان ما كاينش عداله، ما كاينش عدل. تيبدا يبان لك المشكل. فهذا هو يعني تقدر تجي غريبه، ولكن راه هي هذه. غير هو التعدد فيه وفيه. يعني راه التعدد خصنا نفرقوا. يعني الخايب في الدين الصلعومي، التعدد ديال الدين الصلعومي، شنو الخايب فيه؟ الخايب فيه هو ان ما تحتاج اصلا الموافقه. يعني من الموافقه ما تحتاجهاش. يعني انت تقدر تجوج على المراه، يعني دير تجيب مراه ثانيه وثالثه ورابعه وما كاين حتى شي مشكل، بلا ما نهضروا على ملك اليمين اللي ما عندهم حتى شي عدد. فهذا بروبليم. اما مثلا واحد الراجل ولا واحد المراه، نهضروا دابا بلا دين. انا مثلا واحد الراجل وجوج عيالات ولا 3 ولا 4 ولا 10 باغيين يكونوا معايا، كل شيء موافق، ما كاين حتى شي مشكل. ما كاين حتى شي مشكل. امراه متفقه مع 10 ديال الرجال يكونوا معاها ولا فينا هو الاشكال؟ من تتكون الموافقه وما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى بروبليم في هذه القضيه هذه، عاديه. يعني اخلاقيا ما فيها حتى شي مشكل. المشكل فين تيكون هو انك ما تحتاجش الموافقه وتبزز على واحد الانسان واحد الحاجه، وهنا تتكون مضره. واي حاجه فيها المضره طبعا راها لا اخلاقيه. فانت انت كصلعومي تجيب المراه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه وتدخلها على مرتك وبزز منها هي خاصها تقبل لان هذا شرع الله، فهذه مساله لا اخلاقيه بيان سور. كنكملوا هذا خونا هذا ما خصوش رزاونا اخويا في جليده. هادشي اللي هذا هو رايي انا في رايي في الختانه، هو رزاونا في جليده. يعني ديك المتعه ديال ديك الجليده دابا ما عمرنا غادي نحسوا بها، من غير الا كانوا تيديروا شي ريكونستراكتيف سيرجري انك تمشي ويرجعوا لك جليدتك وتعيش بها، ما كرهناش. ولا يديروا لنا شي حاجه ديال البلاستيك تبدا تعلقها غير باش تكذب على راسك، فهمتيني؟ تكذب على راسك بان راه انت عندك جليده. صاحبي راه البكيات عرفتي راه تتبقى عينك تيغرغروا بالدموع من تبدا تفكر بان كان ممكن تكون عندك الجلده وبخير والمسائل ديالك مغطيه ومكشوشه مزيان، ولكن دابا غادي ديما ربك قرع حفيان. يقول على رسول الله حكا راه انا اللي فيا المشكل. كما تخينا دابا علاش الانسان كيقتل علاش تيهضر هاد خونا؟ اوكي كمل. المرتد لان المرتد هو اللي فيه المشكل. اوكي فهمت. دابا الدين الصلعومي تيقول لك قتل المرتد. علاش؟ لان المرتد اللي فيه المشكله الدراري. واش فهمتوا؟ علاش غادي تقتل المرتد؟ لان المرتد اللي فيه المشكل. خيار، وحنا كاع ما كنا عارفين القضيه هذه. نمشيو المثل واحد اخر.
ما بغيناكش تعطينا الامثله، بغيناك تعطينا المراجع اللي تتجيب منها هاد الهضره هذه، عشان ما غادي نديروش امثله. عندك انت مثلا تتلعب في واحد الفرقه ديال الكره وما تيدخلوكش تلعب، وديما حاطينك في دكه البدلاء. ايوا واحد صافي، وواحد النهار مشيتي لفرقه اخرى، وراه نورمال غتهضر على ديك الفرقه هضره خايبه. فلذلك قبل ما تهضر علينا على فرقتنا هضره خايبه نقطعوا لك راسك قبل ما تلعب معاهم، تلعب براسك مقطوع تما. لان غنهضر غير في الواقع، انا ما غاديش نهضر معاك في الواقع اخويا، راه كلشي هادشي واقع. ادله من القران ولا من السنه، لا لا كيف شنو ناري على عامره في خاويه دار لنا دابا؟ قال لك انا ما نهضر معاك لا ادله لا قران لا سنه، انا نهضر معاك من الواقع. ناري كل شيء فوق الطبله غير الواقع فقط، الواقع يتفق. لا فقط عندك زعما راه من بعد غادي يهضر بالقران، لا فقط يعني قال اللي عنده شي، ولكن راه رد قويه مع اي واحد في هذا الواقع هذا. واقع نهضروا في الواقع. غنحطوك انت غنحطوك كرئيس دوله ولا ملك ديال شي بلاد، وعندك سلطه وعندك جيش وعندك حراس وعندك كذا 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 الى غير ذلك. مزيان. يعني واحد من هاد الحراس ولا وزراء ولا واحد منهم ناض قال لك ما بقيتش خدام معاك، شاف حاله شويه كتسمع الخبار على راسك، كيهضر عليك، ربما كيسب، ربما كيعاير، ربما تيقول عليك شي هضره، يعني انت بحال تيهددك بحال خاصكم شويه تركزوا مزيان، لان راه تتلقى الصلعومي في هضرتو ما مقتنعش بها. ركزوا مزيان هضرتو هو ما مقتنعش بها، لان عارف راسو غير تيخربق، فبقى غادي قال لك تيهضر عليك تي هادي، وجاتو ديك زعما تيهضر عليك راه والو حتى شي حاجه، تيهضر عليك وتيهددك يعني خصو يدير شي حاجه اللي خطيره باش توصل للقتل، فهمتي؟ تتعرفوا ديك لونجلي ديال اسكيليتد كويكلي، يعني هو مشى ديك تيهضر عليك هادي وتيهددك، راه قتلك خاصك تقتلو قبل ما يقول لك عليك شي حاجه، تيحاربك هو شو تيهضر عليك وتيهددك وتيحاربك، يعني صافي مشى جاب الطوماهوك وتيتيري عليك. هذا الانسان شنو غادي انت رد الفعل ديالك شنو غتكون؟ غاتي ما يمكنش اصاحبي، هو تيحاربك، راه جايب الطيارات ويلوح عليك القنابل، شنو غنتواجد دير اصاحبي؟ راه بزز عليك، فانت خاصك تقتلو، لان ما عندكش حل، ما خلى لك حتى شي حل، خاصك تقتلو. هذا الانسان هذا واش تخليه يعيش؟ غتخليه يعيش هذا الانسان؟ شتي هو راه امثله من الواقع الاخوان، نسيتو امثله من الواقع، راه الواقع دابا كل شيء يعني على الطبله. حاربك ربما الا عطيتيه فرصه يقدر انه يدير انقلاب ضدك كاع. شتي واش شتي نتوما كلكم باغيين ديروا انقلاب على المغرب، خصنا نقتلوكم. هذا هو بالضبط علاش الاسلام كيقتل المرتد، لان المرتد كيحارب الاسلام. قلتي لا، شوف راسك انت شنو كدير. من 2006 ولا ما عرفت 2007 وانت خارج من الاسلام. لانك لقيتي الاسلام فيه عرقله، ماشي هاد الدياغنوز دابا الاسلام لقيت فيه شنو؟ عرقله. لقيت واحد العصافر الرويضه في عرقله، لقيت واحد العرقله زيد كما كتقول انه ليس دين خرافات، لا لقيتيه غير عقاله، انت ما قادرش على داك الشيء اللي جايب الاسلام، بغيتي ها هو دابا عرفتي من تيتخلط عليك داك، تيتخلطوا عليك دوك الاحكام المسبقه وداك الشيء اللي كنتي تتسمع صغير، لان هذا هو المشكل، ما كاينش داك تكون عندك واحد الخلوطه في راسك ديال هذه حرام مزيان، شهادوا ولاد الحرام هادو تيخلصوهم مونتي كارلو، تكون عندك بزاف ديال التخربيق، ديك الرواسب القديمه ديال هادي وتتخلطهم، تيصحابك راك تتهضر منطقي وتبدا تخربق، فهمتيني؟ وانت راه كليتي ملحد غير حكا ما قادرش على الاسلام، اجب ما قادرش على الاسلام للالحاد. راه شحال من واحد من مسلم ما قادرش على الاسلام في المغرب وماشي ملحد، راه تيصوم رمضان، مسلم، الى هضرتي سبيتي الرسول يفرشخك، راه ما قادش على الاسلام ما تتصليش. شحال من مسلم ما تيصليش، راه الملايين الممليانه ديال المسلمين ما تيصليوش. راه لا علاقه ما بين الالحاد اللي هو ما تتبقاش تامن بوجود الهه وما بين الصلاه والصيام والعباده، راه لا علاقه. راه نقدر نبقى انا مسلم، انا ماشي مسلم يعني، نقدر كاع نبقى مسلم كاع بلا ما نمشيو حنا للربوبيه.
الا مشينا للربوبيه راك تركع، راه ماشي بالضروره انك تخرج من الاسلام وتولي ملحد، راه تقدر تكون لا ديني وصافي ربوبي، تتامن بشي اله ولا شي قوه ولكن ما تتامنش بالاسلام. كيفاش انت نقصتي من ما قادرش انك دير داكشي اللي في الاسلام نولي ملحد صافي، يعني انا اختاريت نولي ملحد. ايوا انا نقدر نبقى ملحد، نقدر نبقى مسلم عاصي، مسلم تنقول ربي كبير دابا يغفر لي الله، تتعرفوا ديك دابا يتوب عليا الله، الله يهدينا، لانني انا مقتنع بان راه الاسلام صحيح، ماشي انايا حق عرفتي شنو جاتني الصلاه صعيبه غادي نولي ملحد. واش كاين شي واحد تيخاطر بالمصير ديالو لهاد الدرجه؟ يعني انت مأكد 100% بان الاسلام صحيح ولكن اضطريتي انك تولي ملحد حيت ما قدرتيش تصلي، هذه راه تخربيقه. راه هذا السيد مول الفيديو براسو الا مشيتي للتاريخ ديالو غادي تلقاه ربما سنوات وسنوات ما تيصليش، وصلي وقطع من جهنم ما طلع، وتيصوم بالزز، وقليل فاش يكون شد الصلاه المده، وربما ما تينوضش كاع يصلي الفجر، ما تيديرش صلاه الصبح، تيدير صلاه الصباح، يعني مره مصلي مع ال11 مره مع ال10 وثلث مره مع 12 مره مخلط. نعم انا تنقول لك غير ممكن، ماشي تنقول لك بان راه هو هكا، لان راه تنعرفوهم، راه حنا ماشي جايين من الموزمبيق، تنعرفوا الناس، تنعرفوا عائلاتنا وتنعرفوا صحابنا وتنعرفوا جيراننا وتنعرفوا الناس في المغرب اللي ما تيصليوش وتجيهم ديك الصحوه ديال الاسلام، مره تتلقى هاز السجاده وغادي للجماعه، وكاين اللي تيصلي من الجماعه للجماعه وتهضر معاه يقول لك انا راه ما بين الجماعه والجماعه الله راه تيغفر. كاين اللي تيصليها ما في رمضان، تتعرفوا دوك المسلمين ديال رمضان العام كامل ما مسوقش، بحال اللي راه ما كاين لا دين لا والو، تيجي رمضان تيولي تيصلي النهار الاول، تيصلي ماشي النهار قبل عندكم، تيصلي اول صبح ديالو تيصلي هو ديال داك النهار فاش دخل رمضان، يعني ماشي قبل، ماشي البارح ولا البارح بالحساب، ونهار تيخرج رمضان تيسالي الصلاه صافي، الصلاه عنده شهر في العام وماشي حتى على حقها وطريقها. ان تتعرفوا دوك اللي تيتسحروا في الليل، يعني تيسهر النهار كامل، الليل كامل تيسهر الدوران، تيدخل الفجر باقا ليه واحد ساعه ولا ساعه ونص وهو باغي ينعس، فتياكل مزيان كاع داكشي اللي شاط تياكلو، كاع داك البغيرات باقيين، بطيبطات العيبات حريره، هذه راه كلنا تنعرفوا هذا الشيء، هذا ما عندنا ما نخبيو على بعضياتنا. فتيضرب داكشي مزيان، تيدير الميلاص مزيان وتيمشي تينعس وتينوض مع الوحده، كاين لا فجار لا سحور لا هادي، وغادا القضيه وتيتسنى فوقاش يسالي رمضان عادي. وهذا ماشي ملحد للاشاره، يعني الاخوان راه ماشي ملحد. تعيش مفطح، بغيتي فوضى، بغيتي الفوضى ما بغيتيش الحدود. لاف يو تو مستر ترامب. ترامب 40، ترامب راه قريب 70 ولا ما نعرف. وانا هذه النقطه ديال الحدود وهذا غادي نهضر معاه ان شاء الله، غادي نهضر فيها ان شاء الله في المقطع الجاي. وبدا في الرده هي الاولى، ياك انت داير هذا رد قويه تهضر على الرده، ما سمعنا والو من المراجع، قال شي مرجع الاخوان ولا غير الواقع؟ قهرنا غير بالواقع. فقط انا بغيت نهضر غير على هذا، غادي نهضر على هذا حد الرده في الاسلام. وراه مازال ما هضرتيش عليها اخويا. يعني انا تنقول لك دابا تنهضر على الواقع، لا هضر على الحد الرده، عاد نشوفوا الواقع من بعد، هضر عليه هو يعني اسلاميا فقهيا، عاد ندوزوا للواقع. وانت تخيل معايا، ما بغيناش نتخيلوا، بغينا نقراو. دابا رئيس دوله مشى واحد من الحراس ديالو خرج وشويه تيهضر عليه وشويه تيهدو وشويه ربما يجمع. بلاتي بلا ما تكمل، واحد من الحراس دابا ولا الحراس ولا الحراس خرج ولا تيهضر عليه، شويه تيهددو شويه تيحاربوا. الناس يدير انقلاب ضده، شنو غدير؟ انقلاب، نسيت، اسف الاخوه ناب شويه باش نلخصوا لينا، مهم الفيديو خصنا نلخصوا. ف تيهضر عليه، تيهددوا، تيحاربوا، تيدير انقلاب. انت كرئيس دوله اعطي راسك انت هذه الصوره هذه، وحط راسك في بلاصه هذا السيد هذا اللي نهضروا عليه، وشوف انت شنو غدير. غنقتلو. واش هذا السيد تخليه يعيش؟ غنقتلوه اخويا، راه ما يمكنش تخليه يعيش اذا الاسلام صحيح. لانه ما عاطيكش باتساع. ما عطيكش اتساع صاحبي، عطيو يعني دا الاسلام غلبان، يعني علاش حنايا مسكين؟ هذا راه خصو يقتلنا. كذلك المرتد ما تعطيش باتساع للاسلام، انت ما عاطيش باتساع للاسلام، ما كتحترمش الناس، ما كتحترمش العقيده ديال المسلمين، ما تحترمش الناس. ضروري ما تحترمش الناس. واخا راه تنهضروا دابا حنا على الايديولوجيه، على
هاد الكمشه ديال الخزعبيلات، ولكن انت ما تحترمش الناس، لان خاصك تحترم الناس. تحترم الناس، ما تقدرش. علاش انت تنتقد الفاشيه؟ خاصك تحترم الفاشيين. ما يمكنش اصاحبي. ما كتحترمش 2 المليار اللي كاينه فوق الكره الارضيه ديال ناري المسلمين، ولاو ما 2 كتحترمش المليار ديال. العقيده ديالهم، ما كتحترمش الدين ديالهم، ما كتحترمش الاله ديالهم، ما كتحترمش النبي ديالهم، كتسب. لا ضروري خصنا نحترموه، فهمتيني، نحترموه نديروا معاه مزيان، وما نقولوا عليه حتى شي حاجه خايبه، لان خصنا نحترموه ونحترموا الدين، نحترموا الديانات، ونحترموا العقيده ديال الناس. وراه داكشي اللي بقى. راه كاين اللي تيفرض عليك ما تقولش محمد حرفيه، تيفرضها عليك، تيقول لك ما تقولش محمد حرفيه. تكون تتهضر معاه، انت ما تتامن لا بمحمد لا استحمص، اللي تيقول لك ما تقولش محمد حرفيه. الا قلتي محمد حرفيه راك تتسبو. وراه سميتو محمد، شنو نقول لك؟ محمد ولد عبد الله. كيما درنا معاكم صل عمتي صل عم بحال اللي تتسبوا. ما سميتو محمد، راه الناس في قريش كانوا تيقول له يا محمد، وما كان تيعربط ما والو، لينا هذيك سميتو. لا خاصك تقول لي محمد صلى الله عليه وسلم. انا واقيلا نبقى ندير بحال واحد خونا، واحد السيد، واحد المسيحي حتى هو تيناقش المسلمين، ديما تيقول لهم محمد صلى عليه إلهه وسلم. هذه وقيلة تتعجبهم، يقول صلى عليه إلهه وسلم. صافي. مزيان ياك. بكل شيء كتجمع كل شيء في وحده، وفي نفس الوقت كتطلب الحريه. وشي انا تنسب المسلمين، تنسب الله ديالهم، تنسب النبي ديالهم، تنسب الكتاب ديالهم، تنجمع كل شيء في قفه، وتنطالب في الاخر بالحريه. شتي؟ ودابا انا ماشي حمار. الحريه هذه هنا حريه، قول لي هنا حريه. انت كتعتبر راسك انك حر، ولكن كتطعن لي بالحريه ديالي. انت وفي نفس الوقت كتقول لي ما خصكش تقيسني. شتي؟ انا يعني علاش انتقد الحريه ديالو انه يقطع لي راسي؟ علاش؟ يعني انا تناخذ الحريه انني ننتقد الدين ديالو، وتنعاتبو على الحريه ديالو باش يقطع لي راسي. وانا ما مزيانش. خليني نعيش. هذه راه فوضى. خليني نضربك وما تقيسنيش، راه هي هذيك. خليني نترفقك وما يعني راه ماشي معقول. يعني كيفاش حنا تنقولوا لهم خليونا ننتقدوا الاسلام، وهما من يقطعوا لنا راسنا نقولوا لهم لا؟ علاش؟ راه ما يمكنش. راه هاد الهضره راه ما يمكنش. يعني حنا تنطالبوا بالحريه اننا ننتقدوا، ولكن هما ما نخليوش لهم الحريه ديال يقطعوا لنا راسنا. راه ماشي منطقي، راه عنده الحق. ما تقيسنيش، خليني نسرقك وما تقيسنيش. شنو نسرقك؟ سرقنا شي حديث؟ شكون سرق هنايا شي حديث الاخوان؟ سرقتي شي تفسيره ولد الحرام؟ راه هي هذيك. نطعن لك في الله ديالك، ونطعن لك في الدين ديالك، ونطعن لك عزيز عليهم الطعن طعن 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 طعن، لان الدين ديالهم كله مبني على القتل والطعن والهادي. طعن 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 في الله، طعن 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 في الله، طعن في النبي ديالك، وما تهضرش معايا وما تقيسنيش. انا حر في راسي، هي انت حر في راسك. ايوا، وهذيك العقيده ديالي اللي انت اللي كتسب ليا فيها. شتي؟ شنو الحريه؟ ماشي الحريه ديالي هذيك، راه الحريه ديالي هذاك الاعتقاد ديالي كطعن ليا فيه انت في الهضره ديالك. يعني اعطيني بالاتساع ونعطيك بالاتساع. انا تيبان لي انا هضرتو تتبان لي منطقيه. ما عرفتش نتوما كي جاتكم، انا هضرتو تتبان لي منطقيه. التزم الحدود ديالك ونخليك تعيش. صافي. ايوا التزم الحدود ديالك ونخليك تعيش. ما غاديش تلتزم الحدود ديالك نقطع لك راسك. يعني قمه المنطق والاخلاق وداك الشيء. فزعما ما خلالنا ما نقولوا. انا بعدا ما لقيت باش نجاوب. انا تفحمت وليت فاخره دابا انا. اما ما عندك انت ما تحترمنيش، انا ما غنحترمكش نهائيا. ما طلبش مني الاحترام، وما غاديش نهضر معاك بالاسلوب الزوين وكثر من هكا كاع اي حاجه يعني نقدر نديرها ضدك. يعني شويه ديال واحد النفحات الانسانيه بانت فيه شويه، فهمتي؟ شويه دار ديك اللعبه ديال
يعني انا راه ما غاديش نحترمك وراه غادي هادي وراه غادي كاع نقدر وجاتو ديك نقطع لك راسك جات شويه قاصحه الانسانيه ديالو شويه تحركات فيه راه نمشي معاك يعني بعيد نقدر اي مسلم غيفكر بالطريقه هذه، لانك انت ما كتحترمش الغير. الا كنتي كتعتبر راسك انك ملحد وانك عندك انسان كتطلب الانسانيه وكتطلب الحريه، هذه راه ماشي انسانيه وماشي حريه، ماشي حريه شخصيه. لان حريه شخصيه هو انك تحترم الحريه ديالو وتحترم الحريه ديالك. دابا راه حريه هذه راه عندكم، راه انتقاد الاسلام راه هو الحريه. واش فهمتوا؟ راه خلي ما فهمتوش انتم، راه الدين الاسلامي هو الحريه ديال المسلم. فانت من تنتقد الدين الاسلامي راه تتعدى على الحريه ديال المسلم. راه هادشي اللي باني عليه المداخله ديالو المحترمه. ما تقيسش الحريه ديالي، خليني انا نعيش. اعتبر ديك الخرافات اللي كتقول عليها خرافات، الدين ديالي خرافات، اعتبرها حريه شخصيه ديالي انا وبعد مني. انت خرجتي من الدين، انا ماشي كنكرهك لان كل شيء ملحد ولا كافر. لا ما تتكرهنيش، لا ما تتكرهنيش، ما لا اودي هادشي كامل اللي شرحتي دابا تتكرهنا صاحبي او لا ما تتكرهناش لا حاجه. لانك ما كتحترمش الغير، ما عندكش احترام للغير. احترم العقيده ديالي واحترم الفكره ديالي واحترم الدين ديالي واحترم الاله ديالي وبعد مني. خرجت من الاسلام. واخا اخويا انا نحترموا الواسع اخويا، انا من دابا من انا صافي تعهدت، يعني خديت عهده على نفسي انني غنحترم الواسع. من اليوم غنبدا نحترم انا الواسع على عيني وراسي. سير جر معاك الباب الى جهنم وبئس المصير. انا ما كتشرفنيش كاع تكون مسلم نهائيا، غير بعد من نعطينا الاتساع وكون كما بغيتي تكون. واخا اخويا ولكن هو ما هي تحرضش على الفتنه. انت كتحرض الشباب على الفتنه. الفتنه؟ تنحرض الشباب على الفتنه؟ شنو هي الفتنه؟ تنحرض الشباب على الفتنه، على العرق. كتحرض الشباب اللي العقل ديالهم صغير، كتحرضهم على الفتنه وكتقول. اشرح لنا الفتنه صاحبي، اشرح شويه. بعض المرات دير واحد بين قوسين وشرح مزيان شنو تتقصد بالكلمات، لان دابا الفتنه غير تيلوحها هكا ضربه عشواء. لا هكا خلوني نعيش، اجي اخويا نصرفقك وخليني نعيش. اكتفي لا ما يمكنش اكتفي بهذا. بهذا القدر، والسلام على من اتبع الهدى. وامين الله. دابا دورت القاوي على شيطان. اوكي. واللي شاف شي يقول الله يستر ياك. المهم مرحبا بك اخويا، وشكرا على التعب اللي بذلتيه في سبيل انك ترد عليا. كنت نتمنى انك لو استعملتي المراجع الاسلاميه في الرد، يعني الا كان هادشي اللي تنقول انا غير صحيح وقلتي في الاول بان راه غير صحيح، ولا ما عرفتش كيفاش شنو قلتي ليها في الاول، كان ممكن انك تاخذ شويه الوقت تشوف داكشي اللي تنقول، تقارنه بداكشي اللي كاين في المراجع الاسلاميه، تعتمد على المراجع الاسلاميه ماشي على الواقع، لان كل واحد والواقع ديالو، كل واحد كيفاش تيفكر. كان ممكن انك تاخذ المراجع الاسلاميه اللي تكون الاصل الهضره ديالك، ويكون داكشي موثق، ومزيان. ولكن انا بان لي اكبر من هذا المشكل اللي عند اللي ماشي اللي ما نقولش لك المشكل اللي عندك، ولكن عند بزاف ديال الناس، هو من تتحط واحد الكمشه ديال الخشلاع تتحطها في مكانه الانسان. يعني كمشه ديال الخشلاع تتحطها في المكانه ديال الانسان، كما تيديروا دابا في الاقتصاد دابا الرأسمالي، تتولي شركات تتولي بحال بنادم. يعني الشركه تتولي بحال بنادم، حتى هي تتعامل بحال واحد الشخص، وهذا الشيء راه خطأ. يعني اخلاقيا راه ما تنتكلموش على واحد الكمشه ديال الخزعبيلات على انها انسان. كل واحد عنده الحق انه ينتقد واحد الكمشه ديال الافكار، كل واحد عنده الحق انه يسخر من واحد المجموعه ديال الافكار، كل واحد عنده الحق انه يخرب الضحك على واحد المجموعه ديال الافكار، لان الافكار ما عندها حتى شي حقوق. الافكار ماشي انسان، الافكار ما عندها حتى شي حقوق. يعني انا مثلا تنآمن بكوكب النيبيرو
وتنآمن بالصحون الطائره اللي غادي تجي تهزني وديني لشي بلاصه. هذا ايمان مثلا تنآمن به. فانت الا جيتي وخريتي بالضحك على النيبيرو وعلى الصحون الطائره، راه ما عندش داك الضحك ديالك، ما عندوش علاقه بيا انا. راه ما تضحكش عليا انا، ما تتسبنيش انا، ما تتسخرش مني انا، ما تتخراش عليا انا بالضحك، ولكن تتسخر من واحد الكمشه ديال الافكار اللي تيامنوا بها الناس. فالانتقاد ديالك للراسماليه ما يجيش عندك واحد الراسمالي وغادي يقول لك لا راه تتعدى على الحريه ديالي ولا تتعدى على. انت تتقدس واحد الحاجه، الناس غير ملزمين انهم يقدسوها، غير ملزمين. انت من تضحك على المعتقدات ديال واحد الهندوسي، تشوف مثلا الاله ديالو عنده الراس ديال الفيل واليدين ديال ما عرف شنو هادي وتضحك، عادي حقك، لان هذيك مجرد مجموعه ديال الافكار اللي تقدر تضحك عليها. ولكن الا سخرتي من الشخص وضريتي الشخص، هنا تنطيحوا في مشكل اخلاقي، وهذا الشيء اللي تديروه. وهنا في بيت القصيد انا من تنتقد او تنسخر من الدين الصلعومي، راه ما تنسخرش منك انت كانسان. انت عندك الحق انك تختار داكشي اللي بغيتي وتامن بداكشي اللي بغيتي، وانا ندافع على حقك في انك تعتقد داكشي اللي بغيتي. وإلا خرج شي قانون، اقتراح ديال شي قانون ان يمنعك من انك تامن بداكشي اللي بغيتي، انا غادي نخرج في مظاهره ونهز لافتات ونحارب هذا القانون هذا. لأن حرية المعتقد من أكبر الحريات اللي تينعم بها الإنسان في الدول اللي تحترم نفسها. فأنا سعيد بهاد حرية المعتقد اللي تنعيش فيها في هذه الدولة العلمانية، وما كرهتش أنها تكون في المغرب وتكون في العالم كامل. فأنا تندافع على حرية الإنسان في الاعتقاد. أنا ما عنديش مشكل معاك أنت كصلعومي، ما عنديش معاك مشكل. أنت إنسان بحالي بحالك، أنا وياك بحال بحال. انا تكون تتعرفني يعني بغض النظر على انتقادي للاسلام، نكون انا وياك مثلا تلقاني في قهوه ولا نتلاقاو في شي مكان، نقصروا غادي نضحكوا عادي، ما عندي لا قرون، ما تنخرج العافيه من فمي عادي. ولكن خصنا نفرقوا ما بين الشخص وما بين الايديولوجيه. الايديولوجيه ما عندها حتى شي حقوق، وقابله للنقد وقابله للسخريه، عادي جدا. خاصك تقبل بهذه المسألة هذه. راه بل الأنكى من ذلك هو أن القرآن تيسخر من الكفار وتيسخر من المعتقدات ديالهم، وما جا حتى شي واحد قريشي قال لمحمد راك تعديتي على الحرية ديالنا. راه تيسخر من الكفار، تيسخر منا حنايا، تيسخر منا. دابا إلا جيتي نتايا وبديتي تتسب في الإلحاد، واش غادي نقول لك تعديتي على الحريه ديالي؟ غنقول لك تكرفستي على الحريه ديالي؟ ما عندكش الحق تهضر على الالحاد بهذه الطريقه هذه. لا، لان الالحاد هو مجرد موقف اضحك منه، سخر منه، عادي. علاش في الدول اللي تتحترم نفسها ليلا نهارا تيعريو العوره ديال يسوع، ليلا نهارا تيضحكوا عليه، لي كاريكاتور، الافلام، المسلسلات، فين ما مشيتي في الانترنت، في اليوتيوب، تيخراو على ربو بالضحك، وتا واحد ما جا قال لهم لا راه تعديتوا على الحريه ديالي. لان هذه الحريه ديالك هو انك تعبر على رايك كما بغيتي، عندك الحق تعبر، حريه التعبير. المشكل ديالك يا اخي والمشكل ديال بزاف ديال الصلاعمه هو انكم ما كبرتوش في ثقافه المخالف، ما كبرتوش فيها. كبرتوا في ثقافة القطيع، أن كل شيء خصو يقول آمين والمخالف خصو يتقصى. ما كبرتوش في الثقافة ديال الاختلاف، ما كبرتوش فيها. علاش الأوروبيين والدول الغربية اللي فيها الناس كابر في ثقافة الاختلاف ما عندوش مشكل؟ يعني تمشي عند واحد مسيحي كاع واخا يكون مؤمن مسيحي محافظ، تمشي عنده في دوله علمانيه وتقول ليه شوف اخويا داك الشيء ديال الكنيسه وداك الشيء تيبان لي غتخربيق. هو راه تيامن بالمسيحيه وتيامن، تيبان لي داك الشيء اللي يسوع وداك الشيء اخر الريف تيبان لي. اشنا يقول لك؟ يقول لك وات ايفر مان، اتس اوكي،
عادي، ما غادي يقول لك لا تعديتي عليا، لا تكرفستي عليا، لا غادي نقطع لك راسك، لا حيدتي لي الحريه ديالي، لا حتى شي حاجه. لان انت ما تتامنش بداكشي اللي تيامن به هو، وماشي ملزم انك تقدسه ولا تحترمه. الايديولوجيات لا تحترم عزيزي، لا تحترم. مجموعه ديال الافكار حتى واحد ما ملزم انه يحترمها ولا انه يقدسها كما انت تتقدسها. بالنسبه لك انت محمد مقدس، بالنسبه لواحد اخر هو مجرم حرب. بالنسبه لك انت يا راه محمد دار هادي، بالنسبه لي انا من اكبر الناس الاخلاقيين اللي دازوا في التاريخ. انا غير ملزم انني نامن نفس الايمان اللي تتامن نتايا. شغلك هذا قدسو، دير اللي بغيتي، ولكن انا غير ملزم انني ندير داك التقديس اللي انت تدير. ما تهضرش ليا على الدين ديالي ولا غادي نقطع لك راسك، وهذا ما فيه لا احترام لا والو. فراه عندك واحد الخلل صديقي في فهم شنو هو الاخلاقي وشنو هو اللا اخلاقي. عندك خلل هنا، تتخلط ما بين الانسان وما بين الايديولوجيه. الانسان ما تنهضروش عليه، انا ما عمري سبيت شي صلعومي، ما عمري سخرت من شي صلعومي ولا ضحكت عليه، قلت ليه انت يا كذا فيك كذا وكذا وكذا وضحكت عليه وسخرت منه. علاش؟ لانه هو انسان وعنده كرامه، وإلا سبيته ولا هذه غادي تسمى تولي مساله لا اخلاقيه، انني نتعدى عليه يعني بالكلام او باليد ولا هذه غتكون مساله لا اخلاقيه. ولكن انت حيت تخلط الايديولوجيه مع الانسان، فتتحسب داك الهضره ديالي انا على الايديولوجيه اللي تتامن بها، تتحسبها انني تنضربك انت ديريكت كشخص. هنا خاصك تحيد هذه القضيه هذه، خاصك تحيد هذه الرابطه هذه، خاصك تحيدها. كلامي على الاسلام هو كلامي على الاسلام، ما عندوش علاقه بك انت. انا ما تنعرفكش انت اصلا شكون انت، لا علاقه لي بك انا كشخص. انا علاقتي تنهضر على الاسلام والنصوص ديال الاسلام فقط. انا وياك ما بيني وبين ما بيننا حتى شي حاجه. فخاصك تقبل الانتقاد، قبل الانتقاد ديال الناس وجادلهم. الا تيبان لك بانني انا تنقول شي حاجه غلطه على الاسلام، المره الجايه صديقي دير واحد الفيديو وانا راه نكون مشكور لك، غنشكرك. راه ماشي غادي نقول لك راك زعما لا وهذا الشيء ما خاصك ديرو ولا ندوروها ضحك، ولا بالعكس ادير واحد الفيديو بين فيه الاخطاء اللي تندير انا، لانني انا اكيد تندير اخطاء، راه حتى شي واحد ما بيرفكت. بين الاخطاء اللي تندير، وضح بالمراجع الاسلاميه لان الموضوع هو اسلامي، بالمراجع الاسلاميه بين الاخطاء اللي تنديرها. صيفط لي الفيديو، الا بغيتي كاع نشر انا الفيديو صيفطوا لي، وإلا كان رد بالمراجع الاسلاميه وواقف على الصح داكشي غادي نحطوه انا كاع عندي في الصفحه ديالي، نقول للناس شوفوا ها هو واحد الرد عليا في مساله كذا وكذا. وربما انا ندير منشور ولا ندير كاع فيديو ولا كاع نديروا حوار انا وياك ونتناقشوا في لي زارغيمون ديالك والمراجع اللي جبتي، ونقول حتى انا داكشي اللي عندي، وغادي نخرجوا بخير ونتسالموا مع بعضياتنا، ونقول لك تهلا في راسك وتقول لي تهلا في راسك وصافي. انا وبيني وبينك ما كاين حتى شي مشكل والو. انا عندي مشكل مع الاسلام. انت تتقدس الاسلام شغلك هذاك، انا ما تنقدسش الاسلام. فتنقول المسائل اللي عندي، لان تنعتبر الاسلام هو واحد الايديولوجيه خطيره على الانسانيه، خطر كبير على الانسانيه. خصني نقول هذا الشيء اللي فيه. انا ما تنحرقش في الطاقه اللي عندي وتنضيع في وقتي غير هكاك كما تتقول انت راه مدفوع عليهم وداك الشيء. المهم ديك الهضره ديال والو، راه تندير هذا الشيء لانه واجب انساني، واجب انساني. اما كون ما كنتش ندير هذا الشيء هذا نكون مرتاح، عندي الوقت نخرج مع وليداتي نسافر بخير. علاش انا تنضيع في الحنجره ديالي وفي هذا الشيء هذا؟ علاش؟ اش نستافد انا؟ واش فعلا تيصحابكم بينا تنتخلصوا على الراس؟ عرفتي راه شي تفكير عند الصلاحيمه. عرفتي الا جيتي فكرتي مزيان شنو تيفكروهم؟ تيصحابهم باننا حنا تنوضوا في الصباح ونحيكوا مؤامرات. يعني حنا عارفين بان راه الاسلام ديال الحق وحنايا ولاد الحرام باغيين نحاربوه وراه حتى واحد ما مسوق. تنهضر معكم، راه حتى واحد ما مسوق. راه مشينا اللقاء العالمي، شتي اللقاء العالمي اللي درنا ديك السيمانه اللي مشينا للجنه، وقيلا هضرنا على الدين وقيلا 0.1%. حتى واحد ما مسوق للاسلام، حتى واحد.
يعني في الحياه اللي تنعيشوها في يعني الواقع المعيش تنهضروش على الاسلام، ما مسوقينش ليه. الاسلام تتهضر عليه مين تدخل دابا بحال هكا البال ولا تتجاوب شي واحد في الفيسبوك ولا اليوتيوب، حتى لي جروب ديال الملاحده قليل فيهم الهضره على هذه. وي دونت كير، لأن ما تيلعب حتى شي دور. ولكن هما عندهم واحد الفكره غالطه، عندهم فكره غالطه، لان بيان سور ما يمكنش انت تكون خرجتي من الاسلام الا وراه عندك القرون وعندك ذيل وعينك حمرين وتيخلصوك وتتمشي تشرب الدم مخلط مع الشراب، دم الخنزير والشراب وداك الشيء. فخصهم يكون فيرميو هذا الانحياز اللي عندهم، هذا البايس اللي عندهم. فهما تيصحابهم بان راه تتنوض الصباح مقيم على تتنوض الصباح منتصب القامه امشي على الدين الصلعومي. يعني تتنوض في الصباح صافي عينك على الدين الصلعومي، راه باغي تيصحابهم كلهم بانك داير انت بحال حويي. تتعرفوا داك اليهودي اللي في فيلم الرساله، حويي عندك سنه ديال الذهب وظهرك مقوس وحجبانك هكا مكروازين وكبار بحال هكا، وتتشوف بحال هكا تقول لي هيا نقتل محمدا يا حي غادي وغادي صافي كل شيء مجموع ونايضه. فابعد ما يكون الملحد هو واحد الانسان عايش حياته. الفرق بينك وبينه انه ما مسوقش للعبادات وما مسوق لا للدين لا الصيام لا رمضان لا، هذا هو الفرق الوحيد. عايش حياته، تينوض تا هو في الصباح تيمشي يخرا، تيمشي يدوج، تيمشي للخدمه، تيرجع عنده تا هو خصو يمشي يجيب يمشي للسوبر مارشي يتقدى الخضره هادي، تيجي تا هو خصو الطياب الماكله من هنايا، تا هو عنده المسائل اللي خصو يخلصها، عنده الكرا ديالو خصو يخلصو، عنده هادي عادي. يعني ما فوالا مسوقين غير الفاكتورات اكثر من اي حاجه اخرى، كاع ما مسوق هو للدين. راه حنا راه ماشي اوبسيدي بالدين الاسلامي، حيت دابا ديما تيصحابوا منا راه اوبسيدي النهار كامل وحنايا الاسلام. تيجي عندك تيقول لك ودابركم الاسلام انتم، وبقاو مقابلينها الاسلام. راه ما مقابلينش حنا الاسلام. راه الوقت الوحيد اللي تنهضر فيه انا شخصيا على الاسلام هو من تنكون في المباشر، اما سينو ما مسوقش ليه كاع. باش تعرفوا يعني وربما اكثر واحد تيهضر للاسلام، اما الناس الاخرين كاع ما مسوقين، تلقاه والو كاع ما مسوق.